في مكتب فخم. عيسى كان قاعد وراه المكتب، لابس قميص مفتوح. من كتر ما هو مخنوق، ياسر دخل عليه بكوباية القهوة وبيقعد قدامه على الكرسي. عيسى بخضة: مالك يا ابني؟ داخل كده ليه؟ مش تقول احمي ولا أي حاجة؟ أنا بجد بدأت أشك إن مفيش مربية محترمة في البلد دي. أنا مش فاهم. أنا قرفت خلاص. إيه اللي أنا فيه ده يا أخي؟ لا يا عم، المربيات كتير، بس انت بقى اللي ما بتستحملش حد. كل واحدة تدخل البيت بتطلع منه وهي بتدعي عليك ومش طايقة نفسها ولا طايقة اليوم اللي شافتك فيه. انت السبب في كل ده يا عيسى. يعني العيب فيا دلوقتي؟ هما اللي بيخلوني اتعامل معاهم بالطريقة دي. محدش فيهم بيخاف على ابني زيي. انا مش طالب حاجة مستحيلة. انا عاوز حد يتعامل مع ابني كويس. هو ده مستحيل يعني يا ياسر؟ ياسر بهدوء: مستحيل، لانك طالب واحده تمشي على مزاجك انت وتفهمك من غير حتى ما تتكلم يا اخي. ده حلم بصراحه، والناس عباره عن روبوتات عندك يا عيسى. حرام عليك يا عيسى اللي انت بتعمله ده. عيسى بغضب وهو بيضرب على المكتب بايديه: بقولك يا ياسر، بطل تريقه بقى في كلامك. انا مش طايق نفسي. انا لازم الاقي حد كويس لابني. ياسر باستغراب: انا عندي حل هينفعك ومش هيخليك تبقى محتار قوي كده يا عيسى. عيسى بيرفع حاجبه: اشجيني بحلولك، ربنا يستر بقى. اه، انا رأيي هقوله وانت حر. ما ترجع مامته تاني، محدش هيخاف على ابنك زيها. ياسر بغضب: ياسر، بلاش الكلام في الموضوع ده احسن. ياسر بتوتر: ليه يعني؟ وبعدين بصراحة محدش فاهم لحد دلوقتي انت طلقتها ليه. لازم تقول يا عيسى، هو في ايه اللي حصل بالظبط ما بينك وما بينها؟ يعني توصل الامور لكده؟ ده انت كنت بتحبها جدا يا اخي. عيسى بيبصله بكل برود: ما حدش ليه دعوة، فاهم؟ دي حياتي وانا حر فيها. الخادمة بتخبط خبطة خفيفة. عيسى ببرود: ادخلي يا خالة رضا. بتدخل بهدوء: بعد إذنك يا أستاذ عيسى، في واحدة بره من المنتقبة بتقول إن هي جاية عشان خاطر تشتغل مربية. عيسى بضحكة مستفزة جدا: إيه ده؟ بنت منتقبة تدخل عندك أنت يا عيسى؟ عيسى عز الدين تدخل الفيلا بتاعته برجليها؟ دي أكيد أمها داعية عليها. عيسى بعصبية: ياسر، احترم نفسك بقى. البت جاية عشان خاطر تشتغل، مش جاية يعني عشاني ولا عشان الحاجات اللي في دماغك. ياسر ساعتها رفع ايده: يا رب اما نشوف. خلص يا عم عيسى بقى، يلا بهزر معاك. عيسى لو مرضى خليها تدخل المكتب. المكتب ده يا باشا؟ لا، المكتب التاني، وقدم لها اي حاجة عقبال ما اجي. ام رضا بكل هدوء: حاضر يا عيسى بيه. خرجت وهو بص لياسر بغيظ وخرج بسرعة من المكتب. ياسر قعد مكانه وعينيه مليانة بالتوتر والفضول. عند البنت أم رضا بابتسامة: اتفضلي يا بنتي، عيسى بيه زمانه جاي. رؤية بهدوء: تمام يا حاجة. سؤال بس، أنا عاوز أسألهولك يعني، ما تاخذنيش فيه. هو ليه مفيش حد بيقعد هنا؟ أنا سمعت إن كل مربية بتيجي ما بتطقش نفسها وبتاخد بعضها وبتمشي. هو المعاملة بتاعته وحشة قوي للدرجة دي ومحدش بيعرف يتعامل معاه؟ أم رضا بابتسامة: بصي يا بنتي، عيسى بيه أطيب الناس، بس الظروف اللي جبرته يعمل كده. عاوزاكي تعرفي تتعاملي معاه وردودك تكون صح، ما تكونش غشيمة يعني، تردي بالراحة. ويا ريت كمان ما تتكلميش معاه كتير ولا تجادلي معاه للدرجة دي. ماله ده؟ ربنا يستر بقى، ادعيلي. فجأة عيسى بيدخل وبيفتح الباب وبيقف لحظة وبيبص قدامه بذهول. رؤية كانت واقفة قصيرة شوية، لابسة دريس اسود واسع ونقاب مغطي وشها، مفيش أي حاجة باينة غير عينيها وبس. عيسى بابتسامة فيها سخرية: ايه ده؟ ده انتي بالمنظر ده هتخدي ابني، مش هتربيه. ده انا اتخضيت يا شيخة. رؤية بصت له بكل ثقة: أكيد ابنك مش هيخاف من اللبس. الناس بتخاف من التعامل بشكل مش كويس يا أستاذ عيسى. أهم حاجة إن أنا أعرف أتعامل معاه ويحبني، وساعتها حتى لو لبست إيه هيحبني برضه. عيسى ساعتها سكت، ما توقعش أبدا الردود بتاعتها. شاور ليها عشان خاطر تقعد. تمام تمام، لما نشوف. اسمك وسنك، عندك خبرة قبل كده؟ ربيتي أطفال ولا إيه حكايتك بالظبط؟ اسمي رؤية عثمان، عندي 23 سنة، اشتغلت في بيوت كتيرة. آخر بيت كان توأم، وكمان في طفل قبليه كان عنده توحد. يعني تقريبا عندي خبرة كبيرة.
عيسى بهدوء: طيب يا أنسة رؤية، مرتبطة، مخطوبة، متجوزة مثلا؟ رؤية ببرود: أولا دي حاجة شخصية جدا ومحدش ليه دعوة بيها. إذا كنت يعني مرتبطة أو متجوزة، ده هيشغل حضرتك في إيه؟ أنا مربية لابنك مش أكتر من كده. عيسى بيرفع حاجبه وبكل برود وبيضحك ضحكة كلها سخرية: من حقي يا أنسة أو يا مدام، لما تدخلي بيت عيسى عز الدين تبقي لازم عارفة إن أنا لازم أعرف عنك كل حاجة. ده انتي هتربي ابنه حتة منه. رؤية بجمود: نفترض إذا كنتم مرتبطة حتى أو مخطوبة، ده هيغير إيه يعني؟ عيسى بهدوء: هيغير كتير. يعني لو مرتبطة هتكوني مشغولة بالناس اللي انتي مرتبطة بيهم، ولو انتي بقى مش مرتبطة ده يكون بالنسبة لي أحسن بكتير. هتكوني مركزة أكتر مع ابني لأنه محتاج معاملة خاصة وده المطلوب. رؤية بفضول: هو حضرتك بتدور على مربية ولا ايه بالظبط؟ ايه بالظبط؟ عادي، أنا ممكن يكون عندي بيت بس يكون عندي برضو وقت لابن حضرتك. عيسى بغيظ: أنا بدور على واحدة تكون مسؤولة عن ابني مسؤولية تامة، ولازم أفهم اللي قدامي. مفيش حد يدخل حياة ابني وأنا مش عارف هو مين. رؤية بهدوء: حضرتك بتتكلم في صميم شغلي ومتهيالي أنا قلتلك إن أنا عندي خبرة كبيرة قوي، وده اللي يهمك، إن أنا هقدر أهتم بابنك حتى لو ورايا إيه. هقدر برضو أخصص له الوقت بتاعه، وأكيد مفيش حاجة هتشغلني عنه. الواضح كده إن دماغك ناشفة ولسانك طويل عايز يتعدل. لا بقى، الواضح إن حضرتك متعود إن حواليك محدش بيجادل معاك ومحدش بيقولك لأ، ما بيقولوش غير كلمة حاضر ونعم. عيسى بجمود: ما يخصكيش. المهم دلوقتي، انتي سبتي الشغل اللي فات ليه؟ أكيد كانت معاملتك وحشة للأطفال. لأ، الأولاد كبروا وخلاص مش محتاجين. طيب يا ستي، نفترض يعني لو ابني محبكيش هتعملي ايه؟ هحاول معاه مرة واتنين، هحاول اكسبه يعني ليا. لو ما قدرتش وقتها همشي. عيسى بخبز: طب انا بقى لو محبتكيش، انا جاية اكون مربية لابن حضرتك، تحبني او حتى ما تحبنيش ما يلزمنيش. مهمتي دلوقتي ان انا اخد بالي من ابنك، صح؟ ما يشغلنيش بقى اذا كنت تحبني ولا لا. انتي بتردي عليا كده ليه وكأنك جاية تقابلي ظابط مش صاحب الشغل بتاعك؟ انا بسأل برضو، انت بتحقق معايا كده ليه؟ يعني كأني متهمة بحاجة مش بتوظف. امم ده انتي بقى بتردي الكلمة بكلمة. انتي جاية تشتغلي هنا ولا جاية تتحديني بلسانك ده؟ رؤية بهدوء: انا جاية اشتغل بس ما عنديش اي استعداد اتنازل عن احترامي عشان اقبل الشغل يا عيسى بيه. عيسى ببرود: يعني من الواضح قوي إن حضرتك شايفة نفسك. رؤية برد سريع وبارد: أنا فعلا شايفة نفسي، بس في ناس تانية شايفة نفسها من بره وبس. عيسى بغيظ: ماشي يا أستاذة رؤية، تعالي بكرة إما أشوف ابني بقى هيخاف منك ولا هيكمل معاكي. تمام. المقابلة كانت لطيفة قوي. مشيت وهو ببصلها بكل غيظ. دخل المكتب كان ياسر لسه قاعد. ايه، شكلها ثابتك بسبب الطريقة بتاعتك دي. انا مش قلتلك ان انت اللي محتاج تربية؟ عيسى بشروط: البنت مش سهلة ابدا وانا هعرف اتعامل معاها كويس. ياسر بتوتر: ربنا يسترها عليك. طيب يا اخويا، اشرب القهوة اللي انت عمال تطفح فيها بقالك ساعة ونص دي، اشربها يلا. ما البني بتاعي يا عم، انا اللي جايبهولك. عيسى بصله وضحك. تاني يوم رؤية وصلت ودخلت لأم رضا وهي بتشاور ليها: الأستاذ عيسى راح فين؟ يعني موجود هنا ولا مشي؟ بصراحة يا بنتي مشي، وقال لي إن انتي أول ما تيجي تدخلي أوضة ابنه ياسين هتلاقيها فوق على إيدك اليمين. تمام، هطلع أشوفه عن إذنك يا حاجة. في الأوضة بتاعت ياسين كان قاعد في ركن بعيد سرحان مع نفسه وفي إيده دبدوب. رؤية بهدوء: انت ياسين صح؟ ازيك يا سوسو، عامل ايه؟ انا رؤية، عاوزين نبقى اصحاب. بص، انا هاجي هنا عشان خاطر اساعدك. مد ايديك وسلم عليا يا ياسين. ياسين بصلها بكل احتقار وبعدين بص تاني في الارض. رؤية ابتسمت: خلاص يا عم، مش عاوز تسلم؟ خلاص، انا هكون هنا معاك كل يوم. انا عارفة ان انت هتحبني وهنتعرف مع بعض اكتر.
لكن هو ما كانش بيرد عليها. حاولت تقعد جنبه وما تتكلمش هي كمان كتير عشان تحاول ان هي تكسب الثقة بتاعته. ياسين ما كانش بيبص ليها، باصص في الارض وبس. رؤية بهدوء: على فكرة على فكرة انت مش لوحدك في المكان، ولازم تتعود على وجودي. ياسين كان قاعد ساكت ومفيش اي تفاعل، لكن مرة واحدة قام وزقها بكل عصبية: انا مش عاوز حد، يلا امشي من هنا، امشي، اطلعي بره. رؤية بهدوء: بس انا مش هخرج، انا هكون معاك زي ما قلت لك. ياسين بصراخ: لا، انتوا كلكم كدابين، محدش بيحبني، كلكم بتضربوني، كلكم بتكرهوني وانا عارف كده، محدش ليه دعوة بيا. رؤية بتبصله بكل حزن وبتقرب منه وبتحضنه من غير ولا كلمة. ياسين حضنها وعيط. رؤية بحنان: اهدى يا حبيبي، محدش هيزعق ليك، صدقني انا غير الكل، انا هتعامل معاك بالراحة، وعمري في حياتي ما هضربك ولا حتى هزعق لك. يعني انتي هتكوني اكتر من ماما اللي اتحايلت عليها ان هي تقعد معايا ومشيت وسابتني؟ هي راحت فين؟ مش هي راحت عند ربنا؟ لا، بابا طلقها، كان بيزهقها كتير قوي، بيضربها، وعشان كده مشيت. وانتي كمان هتكوني زيها وهتمشي وتسيبيني؟ لا يا حبيبي، انا هفضل معاك وجنبك، صدقني، ما تخافش يا ياسين. اول مرة حس بالامان لما حضنته وطبطبت عليه. بعد شوية كانت قاعدة بتتكلم معاه. رؤية بهدوء: يلا بقى احكي لي يا بطل، انت بتحب ايه وبتكره ايه بالظبط؟ ايه الاكل اللي انت بتحبه وبتحب تلعب ايه؟ وايه الحلويات اللي انت بتحب تاكلها؟ قول كل حاجة يا ياسين. طيب ماشي، انا بحب العربيات وبحب اكل التفاح الكتير. اكتر حاجة بحبها التفاح لانها بتعملي عضلات زي بابا بالظبط. وانا كمان بحب الرسم. بتحب الرسم؟ ده انا بحب الرسم قوي قوي يا ياسين. بقولك ايه، لما تحب ترسم قولي وانا اساعدك على طول، وهجيب لك الالوان كمان اللي انت بتحبها. بجد انا كنت بحب ارسم وما كنتش بلاقي حد بيلعب معايا، لكن دلوقتي مش هكون لوحدي. صح ولا انت هتمشي وتسيبيني؟ انا مش قلتلك يا ياسين ان انا هفضل معاك؟ ومش همشي ابدا غير لما انت بقى تقولي امشي. طب ممكن اطلب منك طلب؟ انا عاوزه اشوف وشك، عاوزه اشوفك. ايه البتاع اللي انتي لابساه ده نقاب يا حبيبي. طب انا عاوزه اشوف وشك عشان خاطري. ساعتها رؤية بصت له: حاضر، هشيل النقاب، بس ما تتعودش على كده. حاضر. بدأت ان هي تشيل النقاب وبتبصله بابتسامه بسيطه. ياسين عينيه وسعت من كتر الصدمه. ياسين بسهول: ده انتي جميله قوي، وشعرك ناعم، وعيونك قمر. ايه ده انتي طلعتي شبه الملايكه. ما تاخدش بالشكل يا حبيبي، الناس ساعات بيشوفوا الشكل اكتر من الحقيقة، لازم تاخد من الجوهر اللي جوه. يعني انا لو وحشة اكيد هيبان على ملامحي برضو. عندك حق، انتي مختلفة خالص عن الناس اللي جت هنا، كان شكلهم مخيف، لكن انتي يا ركة مختلفة خالص. انا مش زيهم. ايوه فعلا مش زيهم. انتي لسه بتقولي لو انتي حلوة من جوه هيبان على وشك. صح كده يا حبيبي، لازم تكون نضيف من جوه، وصدقني النضيف من جوه حتى لو الوش مش حلو بس الناس بتحبه. فجأة الباب اتفتح وعيسى تلقائي كان واقف قدام رؤية، عينيه بتوسع من كتر الصدمة وهو بيبص ليها. رؤية بغضب: انت مش تخبط، لازم يكون في احترام في البيت، ازاي تدخل كده؟ عيسى ما كانش قادر حتى يرد، لكن كان عمال يقول لنفسه: ايه الجمال ده، معقولة في كده؟ رؤية بغضب: على فكرة انا بكلمك، ازاي تدخل بالاسلوب ده؟ اتفضل اطلع بره. عيسى تلقائي خرج وهي لبست النقاب وخرجت وراه. رؤية بغيظ: ممكن افهم بقى ايه التصرف قليل الذوق اللي حصل دلوقتي؟ عيسى بهدوء: على العموم انا مش هرد عليكي، بس انا في بيتي ومش محتاج ابدا ادخل وبعدين اخبط. في ايه، انا حر. ما قلناش حاجة، البيت اكيد بتاعك، بس لازم تحترم الناس اللي موجودة فيه وتخبط قبل ما تدخل. قلتلك ده بيتي وانا اللي حدد القواعد، انا مش محتاج اي حد يقول لي اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. لا يا عيسى بيه، مش من الادب ولا حتى من الاصول ولا من الدين ان انت تدخل كده من غير ما تخبط. انت حرة في رأيك، بس ده مش هيغير في اي حاجة. الواضح فعلا. هو ايه اللي واضح؟ مش فاهم.
الواضح إن ابنك فعلا محتاج مربية، وانت كمان محتاج تتربى. عيسى بصوت غاضب: انت اتجننتي يا بنت انتي؟ ازاي تتكلمي معايا كده؟ انا حرة بقى في كلامي، وطول ما انا هنا لازم تحترم وجودي. عيسى بغيظ: لا، ده انت بتحلمي. طب حرة وفهمناها، لكن تهنيني جوا بيتي؟ فجأة بيسمع صوت ياسين وهو بيعيط. رؤية وعيسى طلعوا يجروا عليه. مالك يا حبيبي بتعيط كده ليه؟ ياسين ساعتها بعد عنه. ابعد عني، هو انت على طول كده بتعلي صوتك؟ انا مش عاوزك، دايما بيزعل الناس وانا بخاف منه. رؤية بتبص لعيسى بصدمة وهو واقف مصدوم من كلام ابنه. رؤية ضحكت: ياسين، ما تخافش يا حبيبي، وبدأت تطبطب عليه بكل هدوء. صدقني يا حبيبي كان بيهزر معايا، ما تزعلش، ما تخافش منه، هو ما كانش بيقول حاجة وحشة. ياسين بيحضنها: ما تسيبنيش يا رؤية لو سمحتي، خديني معاكي في أي حتة. ما تخافش يا حبيبي، أنا مش هسيبك، أنا هفضل معاك هنا. ممكن بقى تهدى شوية يا بطل؟ خلاص بقى، هو سكت اهو. عيسى ساعتها كان واقف على الباب وعمال يبص على ابنه اللي اتعلق برؤية جدا، وفجأة رؤية بتروح ليه وتقفل الباب في وشه. عيسى كان واقف مصدوم من اللي هي عملته وعينيه مليانة بالغضب. عيسى بغيظ: أنا أول مرة حد يتعامل معايا كده. إما وريتك يا زفت الطين انتي على أبو جمالك يا شيخة. جمالك يعني؟ أهو جميلة. وسكت شوية: لا بصراحة جميلة قوي قوي. ضحك ومشي. بالليل رؤية كانت قاعدة في الجنينة مع ياسين بتأكله، وهو بيضحك وكان مبسوط جدا وحاسس براحة، وكل شوية يبصلها ويضحك. وبعد ما خلص الأكل نام بكل هدوء. رؤية مشيت على السرير وغطته كويس وطبطبت على شعره: تصبح على خير يا قلبي. خرجت عشان خاطر تجيب مية من التلاجة، وهي بتشرب بتلف بتلاقي عيسى في وشها. رؤية بخضة: يخرب بيتك خضتني. مش تكح ولا تتنحنح ولا تعمل أي صوت. ايه، انت ناوي تجيب أجلي هنا ولا ايه؟ أنا ما بحبش الطريقة دي يا عم. هو انت ما بتكسفش؟ عيسى ضحك، لكن ضحكة مكتومة: انت بتعملي ايه هنا في المطبخ في الوقت زي ده؟ جاي يشرب. ايه حضرتك عندك مانع؟ ايه المشكلة يعني؟ هي دي كمان هتعمل فيها مشكلة وهتتخانق عليها؟ لا مش هتخانق ولا حاجة. المهم ياسين نام ولا لسه صاحي ولا ايه بالظبط؟ ايوه نام ومبسوط والحمد لله. تمام، بس يعني ممكن تعملي لي اي حاجة كده، احسن انا جعان قوي. خلاص مش عاوز اكل، اعملي لي قهوة. رؤية ببرود: لا طبعا، انا مش خدامة لحضرتك، اعملها لنفسك حتى. ما بعرفش صدقيني، وبعدين انت في بيتي ولازم تسمعي كلامي. بس انا مش خدامتك، تفرق يا عيسى بيه. اطلب بالذوق وساعتها ممكن افكر اذا كنت عاملها ولا لا. عيسى بغيظ: طب يا ستي لو سمحتي ممكن تعملي لي القهوة؟ الخدامة نايمة وبصراحة كده انا مصدع قوي وعاوز قهوة. رؤية ساعتها بتكتم الضحكة بتاعتها: طيب ماشي، عاوزها سادة ولا مظبوط؟ مظبوط، بس بلاش يعني يكون فيها رواسب. لا حضرتك مش بمزاجك يعني انا اعمل القهوة بالمواصفات اللي انا هعملها؟ ده انت تحمد ربنا اصلا ان انا بعمل لك حاجة زي كده. اللي بيشتغل عندي هنا لازم ينفذ طلباتي بالحرف الواحد يا انسة. رؤية بتبصله بكل جمود. بعد شوية رؤية بتصب القهوة في الفنجان وتحطه قدامه. رؤية ببرود: عاوز اقول لحضرتك ان انت فاهم غلط، انا بشتغل هنا بمزاجي وبشتغل مع ابنك. عيسى بياخد القهوة وبيبص فيها شوية وبعد كده بيرفع عينيه ليها: بصي بقى يا حلوة، طول ما انتي تحت سقف البيت ده تكوني من طقم البيت، يعني مسؤولة عن كل حاجة. لا، عن ابنك بس يا أستاذ. عيسى ضحك وهيتجنن منها، فضل يشرب بق بق وبيضحك وبيغمض عينيه وكأنه مستمتع جدا بالقهوة. عيسى بابتسامة: الواضح فعلا ان انتي بلسان طويل، بس بصراحة قهوتك مظبوطة جدا وعجبتني. والواضح انك بتحب تتحكم في كل الناس اللي حواليك اللي هم اصلا مش طايقينك. وانتي برضو شكلك مش سهل، بس خلي بالك انا برضو مش سهل خالص، ولا انا كمان، فعشان كده بقولك خلي بالك على نفسك. ضحك عيسى باستغراب: هو انتي ليه اصلا بتشتغلي مربية؟
مع إنك يعني صغيرة، عشان اتحرمت من أهلي، فمش عاوزة أي حد يتحرم من أهله. يعني بعوض الأطفال عن شوية حنان، مع إني عارفة ومتأكدة إن مفيش أي حاجة تتعوض. عيسى باستغراب: بتعوضيهم إزاي؟ يعني لو واحد أبوه متوفي، أو أهله حتى مشغولين، أو أمه مش موجودة، أنا بكون بدلها. أنا مش عاوزة أي حد يتوجع زي يا عيسى. عيسى حس قلبه اتنبض لما سمع اسمه كده. الرؤية بتوتر: أنا آسفة يا عيسى بيه. بالعكس، ولا يهمك. قوليلي يا عيسى، طالعة منك كويسة قوي يا رؤية، وانتي كمان طلعت طيبة قوي. رؤية بهدوء: طيب، أنا عندي سؤال ومحيرني، هي أم ياسين فين؟ عيسى ببرود: محدش ليه دعوة، ركزي في شغلك وبس. لا، ليا دعوة. الولد مليان وجع، كل شوية يتكلم عنها، وانت كسره على فكرة. علشان أمه، أكيد بيحبها أكتر منك. أي حد كده بيحب الأم أكتر من الأب، معلش يعني، بس دي فطرة. طلقتها ورميتها في الشارع، ارتحتي؟ إيه؟ يعني إيه رميتها في الشارع؟ أكيد هي مستحملتش أبدا الطريقة بتاعتك، فرميتها عادي كده. طب وابنك، ابنك الغلبان ده، تعمل فيه إيه؟ لا، مش عشان كده. يمكن انتي أول واحدة تعرفي الحقيقة، بس أنا مش عارفة أقولها لك ليه. هقولها لك وخلاص. أنا اكتشفت إن هي بتخوني مع أقرب الناس ليا، وأنا شفت ده بعيني، ومن ساعتها وخدت قرار إن أنا هطلقها بدل ما أقتلها، ومعرفتش أي حد عشان ابنها ما يبقاش بالفضيحة طول حياته إن أم واحدة زي دي. ما كنتش عاوز أبدا ابني ينهار عشان واحدة زي دي. ساعتها رؤية كانت واقفة مصدومة ومش عارفة ترد إزاي. يا ترى إيه اللي هيحصل في الحلقة التانية؟ إيه قصتهم هما الاتنين مع بعض؟ وعشان تعرفوا، ياريت كلنا كده نتابع القناة، ونعمل لايك واشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا الجزء التاني. وصدقوني هيكون مشوق جدا وهيعجبكم. يلا سلام. رؤية بصدمة: يعني مراتك خانتك من أقرب الناس ليك وطلقتها؟ بس انت جبل وجدع كمان. عيسى بحزن: المشكلة مش في كده بس، المشكلة في ياسين. من ساعة ما طلقتها هو زعلان، بيسأل عليها كل يوم، وبيترجاني كمان إن أنا أرجع مامته. بس أنا مش قادر أبدا أعيش مع واحدة خاينة. رؤية بهدوء: طب ما تشيلها خالص من دماغك يا عيسى. انت لازم يعني تقرب أكتر من ابنك، مش تسيبه كده تفضل تجعر فيه وتزعق فيه طول النهار وهو يسكت ويخاف. يا حبيبي، هو مش خايف منك علشان انت قوي مثلا او حد كبير، لا، هو خايف منك عشان انت بتبعد عنه وبتفكره بحاجات بتوجعه قوي. اول ما بتزعق فيه، اكيد كنت بتزعق لمامته برضو زمان. عيسى بتفكير: تفتكري لو قربت منه هينسى؟ انا بعدت مامته عنه. رؤية بهدوء: بصراحة محدش بينسى الام ابدا، بس ممكن يحبك بشكل تاني لو حس ان انت مثلا مكانها، او على الاقل يا سيدي واقف معاه مش سايبه كده. عيسى بسخرية للألم: تعرفي، يا ريتني ما اتجوزتها. يا ريتها ما كانت أمه، ولا شافها ولا حبها، ولا أنا كمان حبيتها. أنا ما بقتش عارف أتصرف. بس كل اللي أنا عارفه دلوقتي إن أنا ما بكرهش في حياتي قدها. رؤية ابتسمت: سيبك من الكره، لازم تكون معاه أكتر من كده. هو محتاج لأب، محتاج لشخص عايش معاه، عايش وجعه. اسألني أنا. عيسى ساعتها بصلها بكل هدوء: بتلف عشان خاطر تمشي؟ وكانت سرحانة في الكلام اللي اتقال. رجلها كعبلت في طرف السجادة، بتقع. عيسى بيقومها بسرعة، بيمسك ايديها ويقومها. رؤية ساعتها انكسبت، وشها احمر، وبتبصله بتوتر. رؤية بتوتر: كان ممكن اقف على فكرة لوحدي. عيسى ابتسم: خلاص يا رؤية، انا خفت عليكي، يعني خفتي تقع اكتر من كده، وعشان كده شديتك. خدت بعضها وطلعت تجري. ضحك وابتسم. تاني يوم رؤية كانت واقفة في المطبخ، لابسة العباية بتاعتها السودة، بتحضر الفطار لياسين، وبتسمع صوت خطوات خفيفة. بتبص وراها بتلاقي ياسين نازل من على السلم بشويش وهو لابس البيجامة بتاعته. رؤية بتروح ليه: صباح الخير يا أستاذ ياسين، ناموسيتك كحل يا بيه. مفيش مدرسة النهاردة ولا إيه؟ جاي تصحى دلوقتي؟ خلاص، الظهر هيدن. هو إيه ده؟ مش النهاردة إجازة؟ أيوة فعلا عندك حق، النهاردة إجازة، بس أنا بختبرك. جاي تصحى دلوقتي الظهر؟ تخيل بقى لو النهاردة المدرسة،
مش لازم كل يوم نتعود ان احنا نصحى بدري عشان خاطر ما نتعبش في يوم الدراسة ولا ايه؟ حتى في يوم الاجازة لازم تبقى نشيط وتصحى بدري. طب الحمد لله، ده انتي وقعتي قلبي يا ركة. صباح الخير يا احلى ركة في الدنيا. انتي ايه بتعملي فطار؟ ايوه يا حبيبي، عشان النهارده نبدأ اليوم سوا. ان شاء الله يكون يوم حلو قوي، وعملت لك الفطار اللي انت بتحبه كمان يا سيدي. ياسين بحزن: هو بابا راح الشغل من غير ما يصبح عليا؟ يعني على الأقل كان بيجي ويبوس خدي وأنا نايم، وأنا كنت بحس بيه. معلش يا حبيبي، عشان النهاردة عنده شغل بدري وصحي بدري ومشي على طول، ما تزعلش منه. وجيه وقال لي خلي بالك من ياسين، أهم حاجة عندي ياسين عشان هو بيحبك قوي. رؤية ابتسمت: تعرف يا صغنن انت ان باباك بيحبك جدا جدا، بس هو يعني مش بيعرف يبين، ما بيحبش يبين غير السطح والأسوأ، بس الحقيقة ان هو بيحبك اكتر من نفسه كمان. ياسين بحزن: بس انا زعلان وبزعل منه على طول. هو كمان بيزعقلي وبيزعقلك انت كمان. ليه بيعمل كل ده؟ عشان هو موجوع وبيفتكر ان الصوت العالي هيخليه يعني كده ما يبانش ان هو ضعيف، وهيخبي الضعف اللي جواه. بس انا شايفة بقى ان الوجع في عينيه مش في صوته. ياسين ببراءة: هو انت هتفضلي معانا لحد ما انا اكبر واتجوزك؟ رؤية بضحك: خلاص يعني هو انا طول اتجوز القمر ده؟ وبعدين يا حبيبي انا مربية، يعني هربيك لما تكبر شوية همشي واربي غيرك. خلاص. ياسين ساعتها ضحك في سره. في مكتب عيسى كان قاعد في المكتب بيشرب القهوة، بس باين عليه ان هو مش مركز خالص، ماسك الموبايل وفاتح صورة ياسين وهو صغير. فجأة بيرن الموبايل، بيتفاجئ باسم ياسر. عيسى بهدوء: ايوه يا ياسر. قولي، استظراف اهلك النهارده هيكون شكله ايه؟ ما انا عارف ان انت متتكلمش كده. لا، لازم تحرق في دمي. ياسر بضحك: عناية يا معلم، انت اللي طلبت. الا قولي، انت بقالك فترة كده مختفي وحاسس ان انت مش تمام يعني. البنت اللي جاتلك دي قلبتك كده ليه؟ عيسى ببرود: خلصت رزالة يا ابني، يلا سيبني بقى في حالي. ياسر: عندك حاجة تاني تقولها؟ انا بقى عندي حاجات كده بفكر فيها. اقفل دلوقتي يا ياسر. حاضر هقفل، بس أنا عاوزة أقولك سيبك من التفكير وارجع للواقع. انت عارف كويس قوي انك مش محتاج غير الواقع بس. فوق شوية وبص حواليك، صدقني اللي حواليك مش زي اللي فات. عيسى قفل من غير ما يتكلم وقعد ساكت، وبعدين يهمس لنفسه وهو بيقول: يمكن فعلا مش الكل زي اللي فات. بالليل في الجنينة، رؤية كانت قاعدة في الأرض جنب ياسين عمالين بيرسموا بالألوان الخشب. فجأة الباب الخارجي بيفتح، عيسى دخل شايل كيس. ابتسم ابتسامة خفيفة، كان شايفهم هما الاتنين وهم مبسوطين قوي. قرب منهم بخطوات كلها حب. عيسى بحنان: مساء الخير عليكم، أنا جبتلك حاجات كتير قوي يا ياسين. ياسين ساعتها قام وقف، وبدل الفرحة بتاعته بتوتر، وملامحه اتغيرت جدا، ومسك في دراع رؤية بخوف. رؤية بهدوء وهي بتطبطب عليه: بالراحة يا حبيبي، اهدى، بابا جايبلك حاجات حلوة قوي، جرب كده تروح وتشوف ايه الحاجات دي. شكل كده كيس يفتح النفس. ياسين بيبص وعينيه بتسأل: متأكدة؟ أيوة يا حبيبي متأكدة، متأكدة صدقني. يلا قرب من بابا، يلا وشوف الحاجات اللي جابها لك. يلا عشان كلنا نلعب مع بعض. ياسين خد نفس كبير وراح لعيسى. عيسى بينزل على ركبته قدامه، وبدأ إن هو يطلع اللعب: عربية كبيرة ومجموعات من المكعبات. عيسى بابتسامة تلقائية: دي كلها ليك يا حبيبي، وجبت لك كمان ملعب صغير كده عشان خاطر تنفخه وتلعب براحتك يعني. ياسين بحب: شكرا قوي يا بابا، انا بجد مش عارفه اقولك ايه. حضرتك بقالك كتير قوي ما جبتليش لعب. عيسى ابتسم وبص لرؤية: تعالي يا رؤية، شوفي الالعاب اللي انا جبتها له، عجبتك؟ يلا العبي معاه، هو زي ابنك برضه. رؤية ابتسمت واتكلمت بالراحة جنبه: لا، لازم انت اللي تلعب معاه عشان يفتكر الضحكة بتاعتك بدل الزعيق والتكشيرة. عيسى بيهز براسه وبيقرب لياسين، وبدأ فعلا يلعب معاه، وياسين كان فرحان قوي. وفجأة شخص بصوت ساخر: اوعى بقى اكون قطعت عليكم القعدة اللطيفة دي، احسن اكون ازعجتك ولا حاجة. الكل بيلف ناحية الصوت. عيسى بيقف ووشه بينقلب.
عاوز ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ انت ليك عين تيجي بعد كل اللي حصل منك؟ انت مش بتحرم يا ابني؟ امشي، امشي بدل ما اخليك تمشي على بطنك. رؤية بتبص ناحيته وبتبص باستغراب. مين ده؟ عامر نظرة لئيمة وخبيثة. ايوه طبعا يا عيسى، ليا عين وليا الحق كمان، ولا انت نسيت؟ عيسى ساعتها بيشد ياسين وراه، ورؤية بتمسك ايد ياسين. عيسى بصوت مخنوق بغضب: قولي بقى، انت ليك وش تظهر من تاني بعد كل اللي حصل منك، بعد كل اللي انت عملته؟ عامر بابتسامة مستفزة: ايوه يا عيسى، ولسه. هو انت ليه واخد الموضوع على صدرك قوي كده؟ فاكرني هختفي للأبد؟ لا، ده بعينك، ده انا ليا طار، وطار كبير قوي في رقبتك يا عيسى، وهاخده يعني هاخده. عيسى بزعيق: طار ايه اللي انت عمال بتتكلم عليه يا حقير؟ انا المفروض ان انا اخد منك كل اللي انت سرقته مني؟ ده انت سرقت مني مراتي، جرحت كرامتي، ودلوقتي جاي تتكلم وكأنك الضحية؟ انسى، انسى يا عامر. لولا اني بس مش عايزة اوسخ ايدي كان زماني مخلص عليك من زمان. عامر بيرفع حاجبه بنبرة باردة: تخلص عليا انا؟ ليه كده يا حبيب اخوك؟ عيب عليك. وبعدين انا سرقت مراتك ازاي؟ اخصى عليك، انا بجد زعلان منك. انا سرقتها؟ هي اللي جات لي برجليها يا حبيبي. ولا يمكن انت السبب، عشان كنت بتموتها بالبطيء، بتموتها بلا رحمة يا عيسى، قافل عليها وسايبها تموت. المفروض تيجي تشكرني ان انا انقذتها منك. عيسى ساعتها ضربه في وشه: حياة امي ما هرحمك يا زبالة، انت جاي لي برجليك، ده انا مش هسيبك. بقى كده يا عيسى بتمد ايدك على اخوك؟ دي اخرتها. عيسى ضربه مرة تانية: اخويا؟ الواضح كده ان انت نسيت نفسك، نسيت من كتر ما انا كنت بعاملك حلو. فكرت فعلا ان انت اخويا، وصدقت ان انت جربوع تربية ملاجئ. رؤية بصت له بصدمة ودموع: عامر بغيظ: احترم نفسك بدل ما اعلمك الادب. رؤية ساعتها بتشد ايد ياسين وبتروح ناحية عيسى بخطوات كلها غضب، وبتحط ايديها على كتفه. رؤية بخوف: عشان خاطري يا عيسى، عشان خاطري، سيبك منه خالص. تعالى، تعالى يا عيسى ندخل جوه. وبعدين بلاش الكلام ده قدام ياسين أرجوكوا، بلاش كده. خلينا ندخل احنا، وصفوا أموركم بعيد عنه. عيسى بيتنفس بصعوبة وبيلتفت ناحيتها، وبيبص لياسين اللي عينيه متوسعة جدا من الخضة. عيسى بهدوء: ادخل جوه يا ياسين يا حبيبي، مفيش أي حاجة، أنا بهزر مع عمو، احنا كده هزارنا تقيل مع بعض، يلا يا حبيبي. ياسين بصوت واطي لرؤية: هو ده اللي كان مع ماما في اليوم اللي بابا طردها منه؟ أيوة، لما طردها من البيت، صح، أنا عارفه، افتكرته. عيسى بصدمة سمعه: ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ لا يا ياسين، ماما مشيت لوحدها يا حبيبي، ما عملتش حاجة غلط. طب لما هي ما عملتش حاجة غلط، أنا شفتكم كلكم كنتوا واقفين يوميها، ومامي ساعتها مشيت. أنا عاوزها، عاوز ماما. رؤية بهدوء وحنان: اهدى يا ياسين، تعالى يا حبيبي، انا وانت هنروح ونكمل رسم، بابا بيهزر مع صاحبه، ما ينفعش انا وانت نتدخل. ياسين بدموع: طب ومامي؟ انا عاوز اشوف مامي، وحشاني قوي. عامر بخبز: اسأل ابوك يا حبيبي، مش يمكن قتلها وهيقتلك انت كمان بعد شوية، يعني عشان تونسها في الوحدة بتاعتها. عيسى ساعتها ضربه. اتدخلت رؤية ووقفت قدام عامر: ايه يا حضرة انت ايه بالظبط؟ لا تربية ولا اخلاق، ده انت ابليس ينحني ليك يا اخي. ده انت خدت الست من جوزها وجاي توقع الاب في ابنه. غور بقى، ادفع عليك، بجد مش ممكن. عامر بغضب: اهلا 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 اهلا، انت مين بقى يا حلوة عشان بتتكلمي في اللي مالكيش فيه؟ بقى انا مش متربي؟ كان هيضربها بكف في وشها، لكن عيسى مسك ايديه: تعاوز تضربها قدامي؟ ده انا هدفنك مكانك دلوقتي حالا. بص لرؤية بهدوء: خدي ياسين وادخلي على جوه وانا هحصلك. رؤية مسكت ايد ياسين. ياسين عينيه كانت لسه على عامر اللي كان واقف ومش مهزوزة ابدا، وعمال يفتكر اليوم اللي امه سابته ومشيت معاه. اول ما دخل الفيلا: عايزة بغل، اخر مرة اشوفك هنا فيها تاني، فاهم؟
أنا مخبي على ابني السنين دي كلها الحقيقة، وانت جاي تقولها له كده مرة واحدة؟ عامر بمكر شيطاني. ابنك؟ ويا ترى بقى انت فاكر ان ابنك لوحدك؟ انت نسيت ولا ايه يا عيسى؟ الواد ده نتيجة ان احنا التلاتة اطراف يعني، انت وهي وانا. يعني ممكن ابني انا ومش ابنك انت؟ وهتعمل ايه بقى يا حلو لما الناس كلها تعرف ان مراتك خاينة؟ الراجل الشريف مراته خانته. لا ومش كده وبس، الواد اللي مفكره ابنه طلع كمان مش ابنه. عيسى ساعتها هاجم عليه ومسكه من هدومه. عيسى بزعيق: اخرس يا زبالة، اخرس، اوعى تجيب سيرة ابني تاني، انت اخرك واحدة زبالة زيك، لكن الواد ده ابني انا. ما تنساش يا عامر ان انا اللي كنت بصرف عليك وبأكلك وبشربك، تقوم يا اخي تطعني في ظهري؟ انت ايه، شيطان؟ عامر وهو بيتخلص من ايد عيسى بغضب: وسع كده يا عم، فوق بقى لنفسك، ما تقعدش تعيط زي العيال الصغيرة. الست سابتك لانك كنت بتموتها كل يوم بالبطيء، ولو رجع الزمن تاني انا وهي هنعمل زي ما عملنا بالظبط. عيسى بغضب: خلاص كويس قوي ان انت جيت بنفسك، بس ريح نفسك المحاولة التانية، صدقني هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه، واوعى تقرب من ابني. عامل وهو بيرجع خطوات ولسانه لسه شغال: كل واحد فينا ليه نقطة ضعف، وانت نقطتك واضحة قوي. صحيح، وخلي بالك على ابنك اللي انت بتقول عليه ان هو ابنك، مش كل وش بريء بيبقى جواه نضيف، خلي بالك من اللي معاه. عامر عينيه لمعت وكان عاوز يوضح له ويشككه فيها في رؤية يعني. ضحك ضحكة كلها خبث وركب العربية ومشي. عيسى فضل واقف، أنفاسه سريعة جدا، وشه فيه كل أنواع الوجع والشك والغضب. أنفاسه سريعة جدا، وشه فيه كل أنواع الوجع والشك والغضب. بعد شوية عيسى كان عمال يكسر في كل حاجة في المكتب، الكراسي انقلب والأزايز انكسرت وكل حاجة. أما بقى عند رقية، كانت قاعدة ومشغلة القرآن وقاعدة جنب ياسين وهي بتحاول إن هي تهديه. رقية بهمس للخادمة: خلي بالك منه عقبال ما أشوف عيسى وارجع لك على طول. الخادمة بتوتر: ما بلاش أحسن يا بنتي، خليكي هنا، بدل ما يضربك ولا يعمل فيك أي حاجة وحشة ويحدفك بأي حاجة في وشك. رؤية بخوف: اه، بتقول ايه؟ ما تخافيش، انا ما صدقت ان انا اتشجعت. وبعدين هو هيأذيني ليه؟ اكيد مش هيأذيني يعني. خدي بالك من ياسين شوية وارجعلك على طول. رؤية مشيت وراحت أوضة ياسين، خبطت بتوتر: عيسى بيه، ممكن أدخل لو سمحت؟ عيسى من جوه بكل غضب: أنا قلت أنا مش طايق حد ولا عاوز أشوف حد، امشي يا رؤية أحسن لك. رؤية ساعتها خدت نفس وفتحت الباب بكل هدوء ودخلت لعيسى اللي كان واقف وعينيه مولعة. رؤية بهدوء: بصي يا عيسى، أنا مش جاية أزود همك، بس حالتك كده غلط عليك وعلى ابنك كمان، وأظن بقى كفاية كل اللي حصل. عيسى بتبصلها بغضب: وانت ايه، عاملة فيها الملاك البريء؟ مين اللي اداك الأمر إنك تتدخلي في أموري الشخصية؟ ها؟ وليكي عين كمان تيجي وتدخلي من غير ما أقولك؟ انتي تطلعي مين أصلا؟ اطلعي بره، وآخر مرة تتدخلي في اللي ملكيش فيه. أنا عارفة، أنا عارفة كل حاجة، وعذراك على فكرة وشايفة وسمعت، بس مهما حصل ده مش وقته. الوقت إن انت تاخد ابنك وتهديه وتطبطب عليه، هو ده الوقت. انكسر، أنا شفت الكسرة في عينيه، حرام عليك، تعالى واحتوي ابنك وفهمه، فهمه حتى لو بالكذب، لكن ما ينفعش إن انت تسيبه كده في الوقت ده بالذات. مش وقته ايه؟ لا وقته. الحيوان اللي جه النهارده شاركني في مراتي، خني، ده انا كنت بقول عليه اخويا، اخويا يا رقية، مديت له ايدي وياما ساعدته. عشان ايه؟ عشان ايه يا عامر؟ ليه كده يا عامر؟ رقية باستغراب: كنت بتقول ان هو اخوك، اخوك ازاي؟ هو اتعامل معاك بالشكل ده ازاي والغدر يجي منه؟ مستحيل، مستحيل يكون اخوك. ايوه اخويا، انا اللي ربيته، مش اخويا بمعنى ان هو اخويا، جبته وربيته وكبرته على ايده، كنت بلبسه وهو صغير، وهو طلع بيلبسني في مراتي، خدها مني،
كنت بصرف عليه، ما سبتش اي حاجة نفسه فيها غير لما جبتها له، وفي الاخر طعني في ظهري. رؤية بصدمة: انت بتتكلم بجد يعني؟ وكمان جاي يشككك في ابنك؟ عايزة سكت. رؤية بلق: هو انت يعني فعلا شاكك ان هو ابنك؟ ممكن يكون هو ابنه يعني؟ عايزة بحزن: ده اللي قاله، بس بصي في وش عيسى واسألي نفسك إذا كنت أبوه ولا لأ، ولا كنت مجرد ستارة. أنا مش فاهم، أنا تايه في كل حاجة. ابني ولا مش ابني؟ حرام عليك، أديك قلتلي دلوقتي اسألي نفسك. ده نسخة منك، حرام عليكوا كلكوا. ده طفل وبيحبك وبيخاف منك كمان. تخيل إن هو بيحبك وبيخاف منك، بيدور على حضنك وانت قاعد كده تحاسب على غلطة أمه اللي هو أصلا ملوش ذنب فيها. انت بجد راجل كبير والمفروض تسامح الطفل اللي ملوش أي ذنب. ليه؟ ليه كده؟ حرام عليكم. وما تسمحش لأي حد يزرع الشك جواك. عيسى فضل ساكت، عينيه بتلمع وبيحاول يداري دمعته. أنا بجد مش عارف أصدق مين، أصدقهم ولا أصدق نفسي؟ رأيه بهدوء: صدق ابنك، بص في عينيه وشوف هو بيحبك قد إيه. بص في المراية كمان وشوف قد إيه إن هو شبهك في كل حاجة. لو كان في ذرة شك إن الواد ده ما كانش ابنك مش هيبصلك بالحب ده. عيسى بحزن: بس هو مسك في ايدك انتي، مش مسك فيا، استخبى ورا ظهرك رغم ان انا كنت بخبيه. رؤية بحنان: علشان انت بتخوفه مش اكتر من كده. جرب كده ان انت تكون هادي معاه، قرب منه، حاسسه فعلا ان انت بتحبه. الولد بيحبك بس خايف منك. رؤية وهي ماشية للباب: اختار يا عيسى، يا اما تقعد في اوضتك كده تندب وتكسر في كل حاجة، يا إما تنزل دلوقتي تاخد ابنك في حضنك قبل الشك ما ياخد منك كل حاجة. رؤية وهي بتلف وبتخرج بتبص على إيد عيسى، لقيتها مليانة دم. إيه ده؟ إيدك مالها؟ هي بتنزف ولا إيه؟ بتشيل الإزازة منها وبتعالج الجرح. عيسى ببرود وسخرية: مالك بتعالج إيه؟ اللي جواهي أصعب بكتير من إيدي، اللي انت شايفاها قدامك دي بتنزف. بلاش تعمل كده في نفسك، اللي خانك خان نفسه، مش خانك انت وخان ربنا كمان. عايزة بحزن: تفتكري هقدر أحس بالحب وإن أعيش حياة طبيعية زي أي حد؟ رؤية بابتسامة: أكيد هتقدر. قرب من ابنك، ارجع له، بلاش اللي في دماغك ده. عايزة بسرحان في عينيها: إلا قوليلي بقى، انتي يعني أهلك فين؟ ليه عمالة تتنقلي من بيت لبيت؟ بتشتغلي معلش مربية ليه؟ فين بيتك؟ أنا تربية ملاجئ يا عيسى بيه، ماليش أهل ولا ليا حد، يعني عشان كده اشتغلت مربية. يعني انتي زي، مش كله زي بعضه، في بنات في الملجأ وولاد كمان اتربوا في الملاجئ وطلعوا دكاترة وأطباء محترمين. الدور الباقي على الطمع، الناس جواه، سواء كان بقى متربي في ملجأ في بيت محترم أو حتى بيت مش محترم، البيئة اللي حواليك وانت اللي بتشكل نفسك. عيسى بهدوء: أنا آسف جدا إن أنا جرحتك من غير ما أقصد يعني. ولا يهمك يا عيسى. تحب أنزل بقى دلوقتي نحضر العشاء كده وكلنا نتعشى، ولا عامل اعتصام في أوضتك اللي شبه الزريبة دي؟ لا يا أختي هاكل، خلاص أنا هبدأ أتغير، وعشان ابني ويمكن عشان ناس تانية كمان. في شقة عامر كان قاعد وفي بنت قاعدة على طرف السرير بيبصلها وهي شعرها منكوش. بقولك إيه، لازم تصحصحي كده معايا. الفلوس اللي معانا كلها خلصت، التلاجة دلوقتي فاضية، وعايزين نعيش أنا وإنتي يا حلوة. إيه؟ هنعمل إيه تاني؟ تعوزني أعمل إيه؟ خلاص أنا ما ينفعش أعمل أي حاجة. إزاي بقى؟ لازم ترجعي له تاني، وأنا عارف إن إنتي عارفة السكك بتاعته، فلازم بقى كده تشغلي دماغك ونرجع وناخد اللي احنا عاوزينه. وما تنسيش إن ابنك هناك، يعني هتروحي وتترجيه وتبوسي رجليه وإيديه. لا، ده انت أكيد اتجننت. أرجع لعيسى؟ انت نسيت احنا عملنا فيه ايه؟ احمد ربنا ان اصلا طلعت على رجليا، ده واحد غيره كان قتلني. وانت كمان لازم تحمد ربنا ان هو ادالك بوكسين بس،
لو واحد غيره كان قتلك انت كمان. بس انا بقولك هتروحي وتتركيه ومش هيعملك حاجة، وانا متأكد ان هو لسه بيحبك. بس لازم تلعبيها صح وتعملي كل اللي انا هقولك عليه بالحرف الواحد. رحمة بخبز. يا ترى الاتنين هيتفقوا على ايه؟ كل ده ان شاء الله هنشوفه وهنتابعه في الحلقة اللي جاية، وهنشوف معانا كمان رد عيسى هيكون ايه. تابعوني باللايك والاشتراك وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام. رحمة بصدمة. لا يا عامر، أنا مستحيل أرجع أبدا لعيسى تاني. ده يخلص عليا ويرميني كمان في الشارع ومحدش هيحاسبه. هو أنت للدرجة دي مستغنى عني؟ لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. أنا بس دلوقتي بفكر وبصوت عالي. أنتي لو رجعتي لعيسى هيديكي فلوس كتير قوي. أنا متأكد من الكلام ده. لازم هيوافق، لأنك هتهدديه إن أنتي هتاخدي ابنه في المحكمة وكده وكده، يعني محدش هيعرف هو طلقك ليه. فالمحكمة هتحكم لك أنتي لأنك الأم، فهتاخدي ابنه. فأكيد هيخاف أول ما هتقولي الكلام ده. أنا مش مقتنعة بكل الكلام اللي أنت بتقوله. جرى إيه يا عامر؟ أنا أصلا مرعوبة. وبعدين يا سيدي ما تنزل أنت وتشتغل. لازم تضحي بيا يعني عشان خاطر الفلوس؟ لأ، أنا مش هروح له. عندك حق، أنا لازم أشتغل فعلا. بس أنا مهما أشتغل أنا عمري ما هجيب ربع اللي هو هيديهولك. اسمعي مني بس وانت هتكسبي يا رحمة. رحمة بتوتر. لا لا انسى، أنا مستحيل هروح، وأكيد هو هيرفض. أنا مش ضامنة هيعمل فيا إيه. مستحيل هرجع له تاني، أنا أصلا مش عاوزة أشوفه. وبعدين بقى أنا عاوزة أفهم دلوقتي، أنت إزاي بتقولي كده؟ أنت عاوز أرجع لطريقي تاني؟ أنت إيه، مش بتحبني؟ لا يا حبيبتي، للدرجة دي مش واثقة فيا. اسمعي بس كلامي. لازم نعمل كده عشان خاطر الفلوس. ناخد فلوس وساعتها هو لا هيشوفنا ولا احنا هنشوفه اصلا. وكمان ممكن تاخدي ابنك بحكم المحكمة. هو مش عاوز فضايح، وانتي معاكي الكارت الكسبان والقوي. رحمة بهدوء. انا مش عارفة اعمل ايه. انا اصلا زي ما بقولك كده مش عاوزة اشوفه ولا عاوزة اجيب سيرته. لكن ياسين وحشني قوي، ومحتاجة الحضن بتاعه. طب خلاص، يبقى لازم تسمعي الكلام وترجعي ليه. ولا انت عاوزانا يا حبيبتي نقعد احنا الاتنين كده نموت بالبطيء، لا فلوس ولا حتى مستقبل؟ وعيسى قاعد في القصر وناسي ان انت كنت مراته وام ابنه. حتى لو غلطتي واحنا مش طالبين منه ان يرجعك تاني، لا، ده انت تاخدي الفلوس بتاعتك اللي من حقك، المفروض النفقة والحاجات دي كلها. انت ما خدتيش اي حاجة، والقانون بيديكي الحق ده. وبرضه هنمسك إن مفيش حد عارف هو طلقك منين وهو بيموت، من أي حد يعرف عنه أي فضيحة. وبصراحة هتبقى فضيحة بالنسبة له كبيرة قوي. هتستني إيه لما يجي بقى مرات الأب وتبدأ توزله في ودانه وانت تكون خلاص راحت عليكي؟ رحمة بهمسة. ولو رجعت تاني هبقى أنا بقى اللي في وش المدفع. ده ممكن يقتلني على فكرة. ما تخافيش يا حبيبتي. يقتلك ازاي؟ اذا كان بقولك دلوقتي هو بيخاف من الفضايح، مستحيل هيعمل فيكي حاجة. وبعدين وش المدفع وهتاخدي فلوس كتير. فكري كويس، وابنك كمان هيكون معاكي. تمام تمام، انا موافقة يا عامر، مع اني مش مقتنعة بولا كلمة من اللي انت بتقولها، بس هرجع من تاني. عامر بمكر، جدع يا روحي، احبك وانت فاهمة وعارفة مصلحتك. تاني يوم عيسى نزل عشان خاطر يفطر مع ياسين. لقاه قاعد على رجله رقية. عيسى بابتسامة. يا سلام على الدلع، يا سلام. ايه ده كله، ايه ده كله؟ طيب بتفطر يا سيدي، ما تصحي بابي يفطر معاك. انا ما كنتش عاوزة اصحيك يا بابا، لاني بصراحة كده لقيتك الفترة اللي فاتت دي بتمشي بسرعة وما بقتش تحب تقعد معايا ولا تفطر معايا، وانا بفطر لوحدي لحد ما جت ركة. انا بحبها قوي. عيسى بحنان. وانا هقعد معاك كل يوم يا حبيبي افطر قبل ما امشي. لو ايه كمان، في الاجازات هصحيك نتفسح من بدري. ايه؟ بجد يا بابا؟ هنتفسح وهترجع تلعب معايا زي الاول؟ اه يا حبيبي، في حد كده قدر ان هو يفوقني ويرجعني تاني. الملاك اللي موجود هنا معانا. رؤية ساعتها فهمت ان هو يقصدها. خلاص حضرتك ممكن تتفضل تفطر، انا حضرت لك الفطار. عيسى بغمزة. الخدود كده شكلها احمرت، مع اني مش شايف بس حاسس يعني.
ياسين ضحك وفهم كلام باباه. عيسى بابتسامة: ايه رأيك يا ياسين يا حبيبي، نروح النهاردة الملاهي ونغير شوية جو؟ أنا هاخد أجازة علشانك. ياسين بفرحة: فعلا يا بابا هروح الملاهي، أنا بحبك قوي. عيسى ساعتها قعد على ركبه وبصله وخده في حضنه: اه يا حبيبي، هتركب وهتلعب وهتحس بكل حاجة كنت بتحسها زمان، وانت هتكون معايا طول النهار. ياسين بطفولية: ممكن رؤية تيجي معانا ولا ايه بالظبط يا بابا؟ اكيد طبعا يا حبيبي، وهو كمان تتسلى معانا، ولا ايه رأيك يا ركة؟ اقصد يعني يا رؤية، عندك مشاكل في الموضوع ده؟ رؤية بهدوء: لا طبعا مفيش مشكلة، لو ده يعني هيسعد ياسين فانا هاجي معاكم، مفيش اي مشكلة. بعد شوية في الملاهي دخلوا التلاتة. ياسين بيجري قدامه: ركة يا بابا تعالوا بسرعة، تعالوا شوفوا انا هركب ايه. رؤية بخوف: لا يا حبيبي لا، ايه ده، ايه الالعاب دي مخيفة قوي. عيسى ابتسم على خوفها على ابنه. ياسين بدموع: لا ماليش دعوة، انا عاوز اركب دي، اركبها دلوقتي. طب بص يا احنا ممكن نركب الفيل اللي هناك ده واجيب لك كمان ايس كريم. ياسين بفرحة: خلاص ماشي يلا نركبها. رؤية ابتسم: حاضر يا حبيبي يلا. خدته وراحت للعبة. شاب كان واقف مع الآخر، شاب بسخرية: بص ياض، البت المنتقبة اللي هناك دي راكبة لعبة وبتلعب زي الأطفال. التاني باستغراب: مالها يا عم، بتخليك في حالك بقى، ده أنا ما بخافش من قدهم، النقابات دي ممكن تعمل فيك أي حاجة. يا رب الهوا يطير النقاب بتاعها، عاوز أشوف وشها، أكيد هيعجبني. عيسى ساعتها كور إيديه وهو بيسمع الكلام ده. الآخر بسخرية: يا عم تلاقيها مدارية وحشتها، فكك منها، وبعدين شكلها معاها ابنها. حتى الواد شايف شكله عامل ازاي، ده حلو قوي، لما هو حلو كده اكيد الام زيه مزة. عيسى وقف قدامه ومش حابب بقى تتعرف على الاب بالمرة، اللي انت عمال تتكلم على مراته وابنه. الشاب ساعتها خاف: مراتك وابنك؟ انا ما اقصدش، احنا كنا بنهزر. عيسى ساعتها ضربه في وشه، ضربه وقعته في الارض. عيسى بغضب: غور يا جحش انت وهو، لو لمحتك هنا مش هرحمك. جري هما الاتنين. دقيقة واللعبة وقفت. بتنزل رؤية وهي ماسكة ياسين. رؤية باستغراب: في ايه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ عيسى بغيرة: مفيش حاجة، يلا عشان ناكل البيتزا اللي انتوا كنتوا عاوزينها، ولا اقولكوا يلا نروح ونطلبها هناك. عيسى شال ياسين وهي جنبه ومشي للبيت. كانوا داخلين الفيلا، كان ماسك ايد ياسين ورؤية ماسكة الايد التانية. وأول ما دخلوا وقف بصدمة: رحمة، ايه اللي جابك؟ ازيك يا عيسى، انا جيت عشان اشوفك، احتاج اتكلم معاك، كنت عاوزة اشوف ياسين. ياسين جرى عليها وحضنها. رحمة بخبز: حبيب ماما وحشتني قوي، انا رجعت لك تاني ومش هسيبك. عيسى كان رايح لرحمة. رؤية مسكت ايده: بالعقل، بالعقل يا عيسى لو سمحت، يعني مش عاوزاك تتهور. وبعدين بص على ياسين ازاي مبسوط وفرحان وهو شايف مامته قدامه. ياسين بفرحة: انتي ليه مشيتي؟ انا زعلت قوي يا ماما، خليكي معانا ما تمشيش. يا روحي انا مش همشي، انا هقعد معاك اهو، بس انا عاوز اقولك حاجة، اقصد يعني عاوز اقول لبابي حاجة. عيسى ببرد: خلصت تمثيلك، مفيش حاجة تانية هتتقال، لو جاية عشان خاطر الفلوس فياريت تنسي، هأديكي مليم واحد، أكيد المحروس هو اللي بعتك دلوقتي. رحمة بدموع تمثيل: أنا مش جاية عشان خاطر الفلوس، أنا جاية عشان خاطر أشوف ابني، عاوزة أعيش معاه، عاوزاه يعيش معايا كويس في حضني، أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشان خاطر إن هو يفضل معايا، ابني ما يتحرمش مني، أرجوك يا عيسى أرجوك. عيسى لرؤية: خدي ياسين على الأوضة بتاعته، يلا يا رؤية. ياسين مسك في أمه. رحمة فرحت في الأول، لكن انصدمت أول ما شافت رؤية بتنادي على ياسين وراح معاها من غير أي مقاومة. رؤية بابتسامة: تعالى يا سوسو، تعالى يا حبيبي نلعب شوية فوق. يلا يا ركة، مامي لو سمحتي خليكي قاعدة شوية، أنا هطلع ألعب شوية مع ركة وأنزلك تاني. طلع معاها. ورحمة كانت واقفة مصدومة: هي مين دي بقى إن شاء الله؟ وإزاي تاخد ابني كده وتطلع على فوق من غير ما أمرها؟ تأمريها؟
زمنك مات خلاص. أوامرك انتهت يا هانم. خلاص يا رحمة. دي رؤية، أمه الحقيقية اللي بتخاف عليه بجد. رحمة بغل، أنا مش هسمح لأي حد ياخد مكاني. أنا عاوزة ابني. أنا أمه ومش هسيبه. عيسى بسخرية. والله برافو برافو، بتعرفي تمثلي كويس. انت قدرتي تبعدي عن ابنك بقرارك انت سبتيني ورحتي اتجوزتي وحداني، ودلوقتي جاية عشان خاطر الفلوس، صح؟ رحمة بخوف، انا مش عاوزة حاجة غيره هو بس. على فكرة يا ياسين، انت فاهمني غلط. انا مش عاوزة غير ابني وبس. وبعدين انا ما بعدتش بمزاجي. لا، انت اللي بعتي بمزاجك، وانا اللي خليتك برضه تروحي وتخونيني وتختاري غيري. امشي يا حقيرة من هنا. ولو كنت فاكرة ان انت جاية تعملي مسرحية جديدة وان انا هصدقك تكوني اكبر خسرانة. ملكيش ابن. انت جاية دلوقتي عشان خاطر الفلوس؟ لا، ده انت اكيد مجنونة. بعد ما خنتيني مع اخويا وصاحبي جاية تقولي ان انت عاوزة ابن؟ بتتكلمي عن ياسين؟ هو كأنه خدته من غصب عنك. ده انت اكيد مجنونة. بعد ما خنتيني مع اخويا وصاحبي جاية تقولي ان انت عاوزة ابن؟ بتتكلمي عن ياسين؟ هو كأنه خدته من غصب عنك. ده انت واحدة غبية. رحمة بغل، لا، ابني ممكن اخده منك في اي وقت. صدقني، صدقني يا عيسى، المحكمة هتحكم لي. انت عارف كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. انا عارفة ان انا غلطت، وده نتيجة الظروف اللي انت حطتني فيها. بس انا مش بطلب منك ان انت ترجع لي ولا ارجع لك من تاني. لكن ياسين ذنبه ايه؟ ارجوك يا عيسى. لا، ده انت فعلا زودتيها. ده انا اديتك الحب والامان اللي اي حد يحلم بيه، وفي الاخر خنتيني. فياريت بقى ما ترجعيش تلومي غير نفسك وبس. رحمة بدلع، عندك حق. انا غلطت والكل بيغلط، وانا عارفة ان انت مش هتسامحني. بس حاول تفهمني. انا عاوزة ارجع لابني وبس، اكون معاه. مش عاوزة فلوس ولا اي حاجة تانية. عيسى سكت. رحمة كملت. أرجوك يا عيسى، بلاش تبعدني عن ابني. عاقبني بأي عقاب. وما تنساش برضه يا عيسى إن أنا حبيبتك روح قلبك. ولا أنت نسيت؟ رؤية من وراها. تمثيلك مقرف قوي وبجحة كمان. انت جاية تتكلمي تقولي ايه؟ عاوزة تخدعي الناس تاني؟ ده انت واحدة خاينة، ملكيش أمان. مش بس مع عيسى، لأ، حتى ياسين. ملكيش أمان مع ياسين. رحمة بغضب. انتي مالك انتي؟ ايه اللي دخلك في الموضوع؟ انا ام ياسين وليا الحق في كل حاجة. رؤية ببرود، وانا المربية بتاعته، وعارفة دلوقتي عنه كل حاجة. وانا مش هسمحلك ابدا تمثلي على ياسين. لو انتي ام حقيقية ما كنت سبتيه من الاول. صدقيني، كل اللي انتي بتعمليه ده تمثيلية بايخة. رحمة بغل، برضه برضه بتتدخلي يا حتة خدامة يا جربوعة. امشي من هنا. معقولة الكلام ده ليا انا؟ صدقيني الكلام ده ليكي انت يا رحمة. وانا هقولك على اللي حصل امبارح بالحرف الواحد. فلاش باك. ياسين دخل الأوضة مع رؤية وراح وقعد على طرف السرير وهو خايف. رؤية بحنان، مالك يا حبيبي خايف كده ليه؟ ياسين بخوف، لو قلتلك على سر هتروحي هتقولي لأي حد يا ركة؟ رؤية ابتسمت. لا يا حبيبي، قول وانا جنبك وصدقني مش هقول لأي حد. احنا خلاص بقينا صحاب. هز براسه. رؤية بحنان، ما تخافش انا جنبك، قول على السر. طلع تليفون. ياسين بخوف، مامي كلمتني امبارح وقالت لي كمان اول ما اشوفها اجري عليها وامسك فيها واقول لها ما تسيبنيش. هي قالت الكلام ده وانا قلت لها خلاص هسمع الكلام، لانها قالت لي لو انا ما سمعتش هتلسعني. لو مش كده وبس، هتحبسني في اوضه الفيران زي ما كانت بتعمل لما عمو الوحش كان بيجي هنا. رؤية بصت له بصدمه. ياسين بدموع، انا بحب مامي وبابي، بس مامي بقت وحشة قوي وشريرة، وحشة قوي. انا بخاف منها. خليك انتي معايا يا ركة، ما تسيبنيش، انا بحبك انتي قوي. رؤية ساعتها حضنته وبسته. بس يا حبيبي انا جنبك ومش هسيبك ابدا، وصدقني مفيش اي حد هيقدر يقرب لك. حضنها وفضلت تقرأ القرآن
لحد ما نام ونرجع تاني لأرض الواقع. رحمة بغضب: ما حصلش، الواد ده بيكذب، دي تمثيلية ما بينك وما بينه، كل ده عشان خاطر ما اقعدش معاه. لا ده انت كده فهمتيني غلط يا أستاذة رؤية، ده ناكلك أكل. كنت عارف ان انت هتيجي وتعملي الشويتين دول. يلا يلا امشي من هنا وارجعي مطرح ما جيتي تلعب على المكشوف. خلاص ماشي ماشي يا عيسى، انا همشي، بس ما تكونش بخيل معايا. انا ممكن اخد منك ياسين بالمحكمة، خليه يعيش في وسطيكوا انت الاتنين، انت والسنيورة اللي معاك، وانا هبعد عنك خالص. عاوزة اكمل اخر يا رحمة وتتنازلي عن ابنك وعن الحضانة بتاعته. عاوزة مبلغ كبير، 7 8 ولا اقولك 10 مليون، عشان اتنازل عن ابنك خالص. وزي ما بقولك تعيش انتوا التلاتة كده مع بعض، انت والسنيورة الجديدة. يا اما بقى هروح المحكمة، واكيد المحكمة هتقف في صفي. عيسى بسخرية: اوعي تكوني فاهمة ان انا خايف منك ولا حتى بالمحكمة، تبقى غلطانة. انا بس مش عاوز ابني يشوف الوش الحقير ده تاني. انا اعمل اي حاجة عشان ما اشوفكيش ابدا في حياتي من تاني. وكلمي الراجل اللي معاكي اللي مش نظيف ده خالص، وفهميه ان انا لو شفته هموته، وعرفيه ان انا مش هشك في ابني، انا متأكد ان هو من صلبي. واحدة زبالة زيك جابته، بس للأسف هينساها للأبد. خدي الفلوس وامشي. طلع الشيك وكتبه لها. رحمة خدت الشيك بطمع: ما تحرمش منك أبدا يا طليقي. مشيت بفرحة. عيسى بقرف: جاتك القرف. بص لرؤية: أهو، لا اتعصبت ولا دغدغت دماغها، يعني كنت ممكن أموتها. شطور، لازم تسيطر على هيركليز اللي جواك ده، مش كل شوية يضرب يعني. عيسى ابتسم: خدي بالك من ابني رؤية لو سمحت، يعني أنا بسبب عصبيتي الواد بقى مش طبيعي، عشان كده أنا عاوزة أرجعه ليا تاني. رؤية ابتسمت: حاضر يا عيسى، هروح واطمن عليه دلوقتي. طب استني، أنا كنت عاوزة أسألك سؤال. لو حد اتقدم لك كده مطلق ومعاه ولد زي ياسين كده هتوافقي؟ رحمة بذول: ها؟ عيسى ضحك ومشي، وهي قلبها دق: مجنون ده ولا ايه؟ هو ايه الكلام ده؟ اما بقى عند رحمة وصلت لعامر. عامر بقلق: ايه عملت ايه؟ اداك الفلوس؟ كلمي وقولي. ما ادانيش حاجة يا عامر، وطردني زي ما طردك بالظبط. طردك؟ وانا اصلا ما رحتش هناك. لا، طردك لما رحت وقلت له ان الواد مش ابنه. طب انتي دلوقتي هتعملي ايه؟ رحت ولا ما رحتش؟ انتي رحتي وقلتي له ان انتي هتروحي وتحاكميه في المحكمة؟ ايوه، ومرضاش يديني حاجة، لان المحكمة لو عرفت مستحيل ابدا تحكم ليا. وبعدين انت ليه رحت وقلت له ان ياسين يبقى ابنك انت مش ابنه؟ عامر بتوتر: بصراحة رحت له عشان ازود الشك في قلبه، كنت عاوزة اعيشه في القلق والخوف والشك. انت شايفاني اهو متعذب، كان لازم اعذبه هو كمان. زي ما انت شايفة هو فالح وناجح في كل حاجة، فكان لازم ادمره. رحمة بغضب: تقوم تعمل القرف ده وانت متأكد ان ياسين يبقى ابن هو؟ قرف؟ قرف ايه اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ انت القرف نفسه، القرف ذاته. رحمة بدموع: عندك حق، انا مقرفة، خنت جوزي وسبت ابني، كل ده عشان ايه؟ علشانك انت؟ ده انا كنت مغفلة، وعشان كده همشي. جاية تلم شنطة هدومها وتمشي، لكن الشنطة وقعت منها، وعامر ساعتها شاف الشيك. عامر مسكه: ها؟ انت كنت ناوية تغدري بيا وعاوزة كمان تطلعي انت الضحية؟ رحمة بغضب: هات الشيك، الشيك ده من حقي. قصدك حقي أنا؟ دي مكافأة نهاية الخدمة معاكي والرحلة المعفنة اللي أنا وانتي كنا فيها. رحمة ساعتها طلعت المسدس الصغير: هات الفلوس يا عامر، يا إما هموتك، هدمر لك حياتك. عامر بخوف: اهدي يا رحمة، نزلي البتاع اللي في ايدك ده، أنا عامر حبيبك وروحك. رحمة بغضب: يا أخي ده انت لعنة، ادفوع عليك وعلى اليوم اللي شفتك فيه، ده انت خسرتني كل حاجة،
وانا بقى مش مستعد ابدا ان انا اخسر الفلوس دي. عامر ساعتها بص للسكينة اللي كانت موجودة على طبق الفاكهة. بقى كده يا رحمتي، انا هزعل هزعل منك. خدي يا ستي الفلوس اهي. مد ايديها عشان تاخد الفلوس، مدت ايديها هي كمان، زق المسدس وقعه في الارض ومسك السكينة. بقى عاوزة تقتليني يا بنت الكلب. رحمة بخوف، انت هتعمل ايه؟ لا لا. لا. غرس السكينة ببطنها وقعت في الارض. عامر بقرف، دي اخرتك يا حيوانة يا خاينة. طخ، بص على بطنه، لقى رصاصة اخترقت جسمه. رحمة كانت ماسكة المسدس بضعف. ودي آخرتك يا سوسو. وقع والاتنين ماتوا. بعد مرور سنة عيسى بغيرة، ملمحش طيفك هنا تاني، ادخلي جوه. في ايه مالك يا عيسى؟ انت مش ملاحظ ان انت مقفرها شوية؟ انا لابسة النقاب على فكرة، محدش شايفني. وبعدين انت مفكرني مراتك ولا ايه؟ هتكوني مراتي؟ انتي ناسية يا اختي ان انتي خطيبتي؟ افسخ الخطوبة دلوقتي عادي يعني. سمعيني كده، قلتي ايه دلوقتي؟ بقول هنعمل الفرح امتى؟ انت كل حاجة بتصدقها. خلاص يا حبيبتي، الجمعة اللي جاية. عيسى بحزن، مالك حزين كده ليه؟ انا خايف قوي، خايف يا رؤية ان يجي يوم من الايام وابني يعني يكتشف حقيقة امه. سيبها على ربنا، صدقني هي خدت جزائها وخلاص. ربنا رجع الحق لصاحبه، وانت كمان خدت الفلوس يا سيدي تاني قبل ما تصرف اي حاجة. الحمد لله، ربنا يرحمهم بقى. وجه يوم الجمعة واتجوزوا هما الاتنين وعاشوا حياة سعيدة جدا. وابنهم ياسين ما كانش حاسس أبدا إن هو مفتقد أمه. وعدت السنين والأيام وياسين كبر ومعرفش أي حاجة وخلاص. وبكده انتهت الحكاية. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك، وإن انتوا تفعلوا الجرس، وكلنا كده ننزل ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليقات. يلا سلام.